واخيرا اهلا وسهلا فيكم بالفيديو الاول لنا في اسطنبول. انا صار لي تقريبا 10 ايام موجود في المدينه هي، وعلى ستوري الانستغرام عم اغطي عده اماكن سياحيه عم زورها، ولكن اغلب الرسائل انه يا اخي انت معك مصاري، انت معك فلوس، انت بتقدر تزور، نحن محدودين الدخل، كيف بنقدر نروح؟ انا اليوم رح اثبت لكم انه ب 50 ليره تركي بس انت فيك تقضي يوم سياحي جميل جدا في هي المدينه الجميله جدا. هلا بما انه اسطنبول مدينه كبيره وراح ندور فيها كثير، فاول شيء لازم نعمله اننا نفطر. جينا على المطاعم هون عم نشوف الاسعار، فلقينا انه سعر صحن الفطور 55 ليره للشخص الواحد، ونحن اساسا ما معنا غير 50 ليره، فلازم نشوف الحلول البديله باننا نروح على البحر وناكل كعكه سميده بليره او ليرتين، ويمكن حتى ناخذها ببلاش. فنحن هون مالنا خبزه، يلا على البحر سوا. وصلنا لموقف الباص هلا واخذنا الكرت، تعالوا نطلع سوا. هلا سعر الكرت هذا هو 10 ليرات، ولكن نحن ما رح نحسبه على الميزانيه. الرحله من هون لامينونو رح تكلفنا 3 ليرات ونص على الضبط، اهم شيء الكمامه وبعدين الكرت، ورايحين هلا لامينونو. بعد ما نزلنا من الباص هلا في عنا مشي 5 دقائق لحتى نوصل للشاطئ يلي ممكن نروح ونفطر فيه. على فكره كل الاماكن يلي عم زورها رح تلاقوا احداثياتها تحت في صندوق الوصف. وهلا وصلنا لساحة امينونو، الساحة كثير حيوية مليان فيها بياعين سميد يلي هو الكعك. تعالوا هلا هون نشتري سميدة سوا. Merhaba. Kolay gelsin. Ne kadardı simitler? 2,5 abi. 2,5 TL. Bir tane alabilir miyiz şundan lütfen? Şu açma değil mi? Açma. Ha, ondan bir tane alabilir miyiz? Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Bir tane de su almamız gerekiyor. Çünkü bu sade gitmez. Bir tane de su alalım. Ne kadar su? 1,5 abi. 1,5 TL. Şöyle 1,5 vereyim. Bir tane de su alalım. Tamam. çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. اخذنا هلا باقي معنا هدول بدنا نكمل فيهم سميده ومي، رح نفطر عليهم. والله احلى فطور معلم، ورخيص ببلاش، يعني ليرتين ونص بليره ونص، 4 ليرات ولا ابلش من هيك. يا اخي والله شبعان مو مثل الجوعان، يعني الحمد لله. المهم من بعد ما فطرنا في ساحه امينونو رح نروح هلا ناخذ سفينه وننتقل لمنطقه اسمها اسكودار. قالوا لنا انه في مكان فيها اسمه تله العرائس، كثير حلوه المنطقه فلازم نزورها، يعني انا وانتم لاول مره رح نزور هلا تله العرائس. خلينا نروح ناخذ سفينه وننطلق لاسكودار. بعد ما مشينا تقريبا ربع ساعة من ساحة الأمينونو لمحطة السفن تبعيت اسكودار اللي رح نعدي منها على الطرف الثاني. كذلك الأمر مثلها مثل الباص، يعني رح نستخدم كرت اسطنبول ورح نقطع ما يعادل ال 3 ليرات ونص تقريبا لحتى نطلع بالسفينة ونروح للطرف الثاني. وأهم شيء هي اللي ما بتتسمى، يلي بتخنقك، يلي بتكرهك عيشتك يا زلمة. وبعد ربع ساعة طريق بالسفينة من الطرف الأوروبي للطرف الآسيوي وصلنا هلا لشاطئ اسكودار. رح نروح، وبصراحة أنا ما بعرف بالضبط شو في بالشاطئ هون، ولكن قالوا لنا إنه منطقة جميلة وفي عدة أماكن رح نروح ونزورها سوا.
الشيء الجميل بالطرف الاسيوي انه اول شيء هدوء، ما في عجقه الطرف الاوروبي. ثانيا وقت تنظر من الطرف الاسيوي للطرف الاوروبي المنظر اجمل من انك تنظر من الطرف الاوروبي للطرف الاسيوي. وبطتكم بطت بطتنا وبطتنا بطت بطتكم. انا والله ما فهمت على حالنا كيف راح يفهموا ما بعرف. Kolay gelsin abi. Eyvallah sağ ol. Günde kaç tane tutuyorsunuz bundan siz? Daha belli olmuyor. Çok, yani bir saatte bir hep çıkıyor mu böyle? Ya çıkıyor işte bazen dolu gelir bazen boş gelir. Geri yaşatıyorsunuz bunları, tekrardan suya koyuyorsunuz. Ya suya koyuyoruz. Ha, yemek için mi bunlar yoksa? Tabii canım başka türlü ne yap? Niye? Ha, yani beslemek için değil. Yok. والله احلى شغله قسما بالله. خلص انا بس اتقاعد تصير كبير بدي بيع قناه اليوتيوب واشتري سناره. Rabia! كيف والله؟ Abi. Bakayım. Çok iddialı bir Bu daha çok kadınsı duruyor abi Yok. ya. Başka bir şeye bakalım. Şöyle vereyim sana. Bakayım buna bakayım. Kasası biraz daha farklı. Bu da kadın işi duruyor. Yok abi ya. Vallahi. O zaman ben sana normal klasik Ray-Ban Öyle mi vereyim. yapalım? He? Daha spor, daha erkek. Hep bir bar böyle yapıyor. Bu da لكلهم عم بيصير شغل هيك تحسه بالناتي مو رجالي. Yok abi ya. Kaç lira bu? Hangisi abi? He? Bu 60 olur abi sana. Bugün için bizim 50 lira bütçemiz var. Tamam. Yok aynı bunun için değil. Komple 50 lirayla getirmemiz gerekiyor günü. Kaçtan yaparsınız bunu؟ أنا إن شاء الله بلاني أصور لكم فيديو ب 50 ليرة باليوم. كورنيش اسكودار أحد أجمل الكورنيشات اللي ممكن تزوروهم، المنظر عندكم هيك بجنن، والتكلفة صفر تقريبا، ما دفعنا ولا ليرة غير بس سعر التذكرة. هلا نحن كان المقصد من الزيارة إنه نزور برج الفتاة، ولكن برج الفتاة مغلق مع الأسف الشديد، ولكن خليني أحكي لكم قصته. يقال إنه زمانا أحد السلاطين كان في عنده بنت كتير بيحبها، فبيوم من الأيام شاف منام إنه هي البنت رح تلدغها أفعى بعيد ميلادها ال 18. فيقال إنه هذا السلطان راح جمع العمال والمهندسين وحكى لهم أنا بدي أعمل شيل بنتي عن اليابسة. ففكروا وقالوا له شو رأيك نعمل لك برج تسكن بنتك في الدور العلوي من البرج لحتى الأفاعي ما توصل لعندها. فراح وبنى برج اسمه برج الفتاة وحمى بنته، ولكن بنته بعد فترة معينة ماتت بمرض، هيك يقال. أما القصة حقيقية غير حقيقية ما بنعرف. نحن يلي بيهمنا إنه في أمامنا برج جميل جدا اسمه برج الفتاة. بعد ما مشينا بالكورنيش تبع اسكندر على اساس انه نروح لبرج الفتاة فما قدرنا مع الاسف، فحولنا وجهتنا لنروح لاكبر جامع في تركيا بيتسع ل 65 الف شخص، ويعد احد اكبر جوامع العالم. في طريق 40 دقيقة بالمترو من هون لهونيك. خلينا نروح ونزور الجامع سوا. وبعد ما طلعنا من خط المترو اخذنا باص ثاني لحتى وصلنا لجامع تشاملجا. هذا الجامع يعتبر اجمل تحفة فنية موجودة هون. رهبة الجامع حكاية ثانية، والجامع بيتسع ل 65 الف مصلي. الجامع كبير لدرجة انه اذا بدي اغطي لكم اياه كله حرفيا مو فيديو، انا بدي سلسلة فيديوهات. الجامع فيه متحف، فيه مكاتب، فيه حدائق، فيه كراجات، لدرجة انه رحنا بدنا نتوضى مشينا 20 دقيقة من اول الجامع لاخر الجامع. فلهيك رح نغطي لكم الساحة الرئيسية والمسجد الرئيسي من الداخل. مساحة الجامع تقريبا 15,000 متر مربع. الجامع كبير جدا، بيضم 5 ساحات رئيسية، هي الساحة الرئيسية الكبيرة. ولكن الشيء الجميل جدا انه ساحة الجامع الرئيسية بتطل على كل اسطنبول، لهيك ممكن تشوفوا بداخل الجامع سياح، عرسان عم يتصوروا واشياء كثيرة جدا. حرفيا الجامع هذا صاير معلم سياحي اكثر من انه يكون معلم ديني. وهلا رح ندخل للقطة الاجمل وهي داخل جامع تشاملجا، اكبر جامع في تركيا.
جامع من الداخل مؤلف من 3 أدوار، الدور الأرضي للرجال والأدوار العلوية للنساء، ولكن في شيء لفت انتباهي، في تنظيم جميل جدا، إنه في مسؤولين واقفين على الباب، وقت يدخل أي حدا غير مسلم، مثلا وقت تدخل امرأة غير مسلمة عم بيعطوها حجاب لحتى تقدر تدخل لداخل الجامع، زائد حاطين حواجز في داخل الجامع، إنه هاي الحواجز السائحين ما بيقدروا يتخطوها للطرف الثاني، لأنه هداك مكان مخصص للصلاة، وفي تنظيم رهيب جدا بعدد موظفين مخيف جدا. أنا أول مرة بحس برهبة جامع بالشكل هاد بتركيا. من بعد ما خلصنا الجامع هلا حاليا بعد يوم جميل جدا ومتعب جدا، فلازم نروح ونتغدى لانه لسه في معنا رصيد، فلهيك هلا رح ننطلق للشورى اللي بتربط بين اسيا واوروبا ونلاقي لنا مكان ونتغدى هنيك باسعار رخيصه. وبعد يوم طويل جدا جينا على سوق هون موجود في مدينة أورتاكوي أو في حي أورتاكوي، مشهور بشيء اسمه كومبير، فأنا بالضبط ما بعرف شو هو، شيء مثل ساندويش، فباقي معنا 26 ليرة بالضبط، هن كلهم كاتبين 30، أنا ما بعرف أساسا 26 ليرة رح تكفينا ولا لا. تعالوا نسأل أول محل. Abi hoş geldin. Merhaba, sağ olun. Ne kadar da abi kombir? Abi 30 lira. İstediğin gibi 26 lira paramız var. Abi senin canın sağ olsun. Sana kurban olsun. 26 lira öderim sadece. Sıkıntı yok abi benim. Senin canın sağ olsun. Eyvallah, yapalım bir tane abi ya. Nereye kaşar olsun mu hocam? Her şey olsun abi. 26 lira değil mi? Oğlum senin canın sağ olsun. انا هي ما بتكفيني مره واحده، انا هي بتكفيني اسبوع كامل. المشكله كيف بدي اكلها، في بقلبها قسما بالله يعني كل انواع الاكل يلي بتخطر ببالكم موجوده بقلب الاكله هاي. بعد يوم جميل جدا في اسطنبول ومتعب شوي نوعا ما، قدرنا انه نقضي يوم سياحي وليس يوم عادي كامل في اسطنبول ب 50 ليره فقط. هلا صحيح ما بقي معنا مصاري انه نرجع البيت، بس يا اخي خلي تصير 55 ليره، بالنهايه انت في اسطنبول، معناها ما لازم يصير في معك مصريات كثير لحتى تروح على اي مدينه سياحيه، يلي بيكفي انه تعيشها ببساطتها بجو شعبها، وهي هي مدينة اسطنبول. رحنا وشفنا أجمل الأماكن وزرنا ب 50 ليرة فقط، يعني بما يعادل 6 دولار فقط. وهيك بكون انتهينا من فيديو اليوم. أنا كتير كنت مبسوط بتصوير هذا الفيديو، وإن شاء الله تكونوا أنتم كمان استمتعتوا فيه. كل الخرائط، كل المواقع، كل الأماكن اللي زرناها رح تكون تحت في صندوق الوصف، ولا تنسوا إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وهي هون، وتحطوا لايك اذا عجبكم الفيديو، وتتابعوني انستغرام لحتى تتابعوا تغطيات اول باول، وتعرفوا انه مو لازم تكون زنقيل لحتى تيجي وتزور اسطنبول. كل الحب لكم، ان شاء الله تكونوا بخير. السلام عليكم.